السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم من تاني بوصفة جديدة. وصفة بتتكلم عن نفسها، من كتر حلاوتها وطعمتها مش قادرة اقول لكم قد ايه هي حلوة. بسيطة سهلة سريعة. نقدر ان احنا ننفذها. لو جال نضيف فجأة، نخليها موجودة عندنا نضيف بيها. كمان اطفالنا نقدر ان احنا نقدمها لهم كوجبة. احنا متأكدين معمولة ازاي. شبيهة جدا بالسنيكرز، بس بتكنيك مختلف شوية. سريع التنفيذ، اتبعوا الخطوات وهتقدروا ان شاء الله تنفذوها تقولوا لي رأيكم. انا هجيب الميكسر بتاعنا وهحط فيه نص كوباية من الفول السوداني المحمص. هفرمه ناعم وهاخد منه معلقتين هجنبهم على جنب، هستعملهم بعد كده. والباقي هنزل بيه في بولة كده واجنبه. وبعدين هجيب نص كوباية من البسكويت السادة، اي نوع بسكويت بتفضلوه. وهنعمه برضو، هفرمه كده فرمة كويسة، ولما ينعم هنزل بيه على الخليط بتاع الفول السوداني المجروش اللي احنا فرمناه، وهقلبهم تقليبة كويسة لحد ما يمتزجوا مع بعض. هجيب نقطتين كده من ماء الورد، ممكن احط فانيليا، ممكن نستغنى عن الخطوة دي. هحط صوص كراميل عشان يبقى رابط، ان انا اقدر اشكلها كده زي العجينة. لما اجي اشكلها سهل التشكيل بتاعها معايا. الحلويات دي شبيهة شوية بالحلويات اللي قدمناها قبل كده، وشبيهة شوية بحلوى الموز. هبقى اسيب لكم الرابط بتاعهم. هاجي بعد كده بربع كوباية من الفول السوداني، هنزل عليهم بعسل كلوكوز او شيرة، او يعني اي حاجة رابط، او عسل نحل حتى. وهحط كمان معلقة صغيرة من صوص الكراميل. معلش، يمكن ايه الكاميرا شوية كانت بعيدة، بس هو انا بس بتأكد ان الفول السوداني اتجمع مع بعض، واقدر ان انا احطه كحشوة. بعد كده هاجي ب 100 جرام من الشوكولات على حمام مية اسيحها. وهكون مجهزة الخليط بتاعي، هاخد منه كده في ايديا قد الجوز او عين الجمل قطعة، وابتدي ان انا اشكلها. وفي النص هنزل بالفول السوداني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي كده اشكله شكل دائري، الحشوة جوه وهو الخليط من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد برضو قطعة اهو قد عين الجمل كده وهشكلهم. هي تقريبا طلعت لي، برغم يعني الكمية قليلة، انتوا تقدروا طبعا تضاعفوا يعني. طلعت لي 12 واحدة، حجمهم حلو يعني قد عين الجمل كده بالظبط. انا كده خلصت وهشكل كل الكمية. وبعدين هاجي بالشوكولات بتاعتي اللي ساحت، احط عليها معلقتين الفول السوداني اللي احنا جرشناهم، واقلبهم كويس لحد ما يمتزجوا مع الشوكولات. كده تمام. هجيب بقى اول واحدة انا ابتديت بيها بعد ما ارتاحت، وهنزل بيها في الشوكولات بتاعنا، واخليها كده يعني كلها تتغطى بالشوكولات، واخدها على سطح فيه ورق زبدة. احاول ان انا وانا باخدها ان انا يعني ايه اتخلص من اي شوكولاتات زيادة، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هحطها على السطح ده، وبعدين هبتدي ان انا اشوف ممكن اقدمها كده ندخلها التلاجة تجمد شوية، وبعد كده اشيل الزيادات واحطها في ورق تقديم. او انا كان عندي ورق فضي غذائي حطيتها شكله حلو، وكمان لو في ذهبي كمان يبقى احلى. حطيت كمان شوية عليهم لؤلؤ غذائي كده فضي، بس حسيت ان هو مش باين، فقطعت شوية كده من الشيلي او الكريز، وحسيت ان هو شكله اتحول كده لوردة كده على السطح، فشكله بقى حلو قوي. بعد كده طلع الطبق بالطريقة دي او بالشكل ده. بجد هيعجبكم قوي. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. مستنية اسمع رأيكم. واذا الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم ما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب واللايك والشير. واستنوني ان شاء الله في وصفات جاية بأمر الله ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم.